السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم واحوالكم طيبة باذن الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي اسهل شيوات مع نجاة. كيف ما كتشوفوا اليوم غير بجوج البيضات فقط غادي نحضروا واحد الكيكة على شكل طورطة بالتفاح، كتجي اكثر من رائعة، هشيشة ورطبة. برعوا بها وليداتكم وضيافكم الى عندكم شي ضياف في هاد العطله هادي. اكيد ما نطولش عليكم بزاف وندوزو المقادير اللي دائما كيف ما العاده بساط وساهلين. غادي نحتاجو في البول ديالنا غادي نديرو جوج بيضات متوسطين الحجم كيف ما كتشوفوا، اللي دائما وبطبيعه الحال تيكونوا بحراره المطبخ، مع واحد القبيصه ديال الملحه اللي ضروريه حيت الملحه كتعدل الذوق، مع واحد الخنيشه ديال السكر فاني. اللي عندها فاني سائله تستعمل واحد المعلقه صغيره، ومع واحد الكاس ديال العنبه ديال سكر سنيده، اولا بالكاس اللي غادي تخدموا به يكون نفس الكاس. الا ما كانش بالضروري ديال العنبه، غير الكاس اللي غتخدموا به هو اللي غتعبروا به جميع المكونات. صافي انا هنايا طربته في الفوي ديال العجانه، بامكانكم انكم تستعملوا الطراب الكهربائي ولا الطراب اليدوي اللي بغيتو. صافي هنايا العجانه كدور الطراب اولا الطراب الكهربائي، درت عليه كاس لاروب ديال الزيت كيف ما كتشوفوا تدريجيا، وزدت عليه واحد الكاس ديال الحليب اللي بطبيعه الحال حتى هو تيكون بحراره المطبخ. كيف قلت لكم المقادير مضبوطه راه غتلقاوها دائما في صندوق الوصف، سنكتبها لكم. انا هنايا الدقيق استعملت 2.5 كيسان ديال الدقيق، يعني الا كانت هي الدقيق تشرب لك غادي تستعمل لك 3 الكؤوس. شوفي نتيا نوعيه الدقيق اللي عندك، مع 2 خميرات ديال الحلوى. انا اللي عندي وزن 8 غرام، يعني 16 غرام ديال خميره الحلوى. اللي عندها حتى 7 غرام تخدم بها ماشي مشكل. كيف قلت لكم اللي ما عندهاش الطراب الكهربائي اولا الطراب اللي في العجانه، اكتفي فقط بالطراب اليدوي حتى هو راه قادي الغرض. كيف شفتوا راه هو دابا زدت واحد نصف كاس ديال الدقيق، يعني انا رفد ليا 2 كيسان. صافي كنخلط حتى كتمتزج ليا المكونات تجميعها. صافي غادي نستعملها في واحد المول اللي تشوفوه دائري. انا استعملت هذا اللي داير ودهنته بالزبده. نتوما استعملوا اي مول متوفر لكم استعملوا، حتى المول اللي كيتحل من الجناب حتى هو راه تيكون مزيان. صافي غادي نفرغوا الكيك ديالنا في المول اللي دهناه بطبيعه الحال من قبل بالزبده، وغادي نحاولوا اننا نضربوه مع سطح العمل. دائما تنقول لكم فيما ديروا الكيكه ديالكم سطحوا المول مع طاوله العمل ديالكم هكاك، باش الكيكه ديالكم تتجي غزاله وتتخرج منها الهواء، وهي فاش كتجي مفشفشه. يعني دائما هذه العمليه هذه باش تخبطوا المول هذه لابد منها. انا هنايا رفدت ليا 3 تفاحات حجم متوسط، هانتوما كيف ما كتشوفوا قطعتها شرائح رقاق، ما تقطعوهاش غليظه باش التفاح دغيا تيطيب ليكم تيدخلوا الطياب. وحتى ملي كتقطعوا المورسو ديال الكيكه ديالكم دغيا كيتقطع وتيجي زوين في العضه وحتى في الشكل تيجي زوين. صافي غادي نستفوه هكا على شكل دائري اللي بطبيعه الحال كيف قلت لكم المول ديروا المول اللي متوفر لكم، يا مدور يا مربع يا اللي بغيتو. هنايا اضافه اختياريه فقط، اللي بغى هو الزبيب العنب المجفف اللي كيعطي صراحه كيعطي واحد اللوغو واحد المذاق رائع وتضيفها جماليه ولذة اكثر، لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه المذاق. اللي ما متوفرش ليها تستغنى عليه. انا هنايا لوز ايفيلي اللي بقى ليا من البغيوش اللي استعملت معكم من قبل، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال الشوكولاته. داك شويه اللي بقى ليا ما كاينلاش الضايع، راكم عارفين حتى حاجه ما تضيع. تنديروا هكا في الجوانب باش عطاتها هو واحد الجماليه اكثر. هنايا فرن الكهرباء مستغناه من قبل على 180 درجه، وخدمت المروحه وشعلت من الفوق ومن التحت. وصافي هذه طورطه الكيكه ديالنا ديال التفاح من بعد ما طابت انا دهنتها بالعسل. نتوما دهنوها بالمربى ديال المشماش اولا دهنيها بالناباج اولا دهنيها بالعسل. هاد الثلاثه هادو كلهم بحال بحال، غير ضروري دهنوها بشي حاجه من هاد الثلاثه باش يعطيكم داك البغيون وتعطيكم داك اللمعان. وحتى في المذاق راه جات خطيره بزاف. برعوا بها دابا وليداتكم، دابا العطله وتيكونوا عندنا الضياف حضروها ليهم ودغيا كتوجد في الحين فرمشه عين. هانتوما شوفوا القوام ديالها كي كيجي، كتجي غزاله ما شاء الله، وتحطيها وانت بوجهك احمر. انا غادي نقطع معكم مورسو كيف ما كتشوفوا باش تشوفوها كي كتجي من الداخل. ها هي غير بجوج بيضات فقط ومكونات الاقتصاديه ومتوفره في اي بيت. كتجيكم هاد الطورطه ديال الكيكه غزاله
ورائعه، لا في الشكل ولا في المذاق. شوفوا ما شاء الله كي كتجي. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، واللي اول مره كتزور قناتي فتنقول لك مرحبا والف مليون مرحبا. ما غتخسري والو اختي، ضغطي على زر الاشتراك، واحد جيم الا بغيتي بطبيعه الحال، وخلي لي شي تعليق زوين بحالكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نلقاكم ان شاء الله في فيديو قادم ووصفه قادمه باذن الله. مع السلامه.